احنا فوق موجودين في القاعة اللي يكون فيها الحفل. لا حاجة كده. قال لك ايه طبعا معايا عيد اهو. كل واحد اسمه. الأمور الجميلة ده على طول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العزيز الحكيم في محكم آياته في الذكر الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. أهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما في مثل هذه المناسبات يعجز اللسان عن التعبير ويتوقف الفكر فيصبح الحديث صعبا للغاية، لكنني سأعتمد على ربي وأتكلم من قلبي، لأن حديث القلب هو الذي سيصل إليكم. في البداية نرحب بكم جميعا، وقبل أن نقدم لكم ضيوفكم الذين يكونون ضيوفا عليكم أنتم في هذا المساء، نسأل الله خاشعين رب العرش العظيم أن يتغمد شهداءنا بالمغفرة والرحمة ويسكنهم فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان ويجعل صبركم في ميزان حسناتكم. وأستأذنكم جميعا وضيوفنا الكرام بأن نقف لنقرأ الفاتحة ترحما على أرواح شهدائنا. اسمحوا لي في البداية أن أقدم لكم السادة ضيوفكم في هذا المساء، وسنبدأ من أقصى اليمين. وبالمناسبة هو جلس في هذا المكان صدفة، كان يرفض الجلوس لكنه يمثل البيت الذي نحن فيه. الكابتن هاني أمين المدير التنفيذي لنادي النصر الذي يمثل إدارة ومجلس إدارة نادي النصر الذي يعني احتضن معنا الفكرة وأصر على أن تكون هنا في هذه القاعة، بكل الشكر والتقدير لنادي النصر. ثم صاحب المبادرة الكابتن ثروت عاشور الحكم السابق، وهو الذي تبنى الفكرة وطرحها. وكان حديثنا في مجمل الأمر أنها كلمة طيبة تقال لكم أيها الوجوه يعني المبشرة من قلوب مستبشرة بكم أن يعني ننال معكم شرف أن نكون من أسرنا الشهداء. هذه منة كبيرة ومنحة من الله عز وجل ستعلمون قيمتها، لا أستطيع أن أقول الآن. ربما يوم القيامة حينما يأتي الشهيد ليسحب بيديه والديه إلى الجنة سيتذكر ويقول يا ليتني أنا كنت شهيدا. الأخ العزيز والإعلامي الأستاذ أيمن بكرة نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، الكابتن والشاعر والإنسان الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، وهو واحد ممن أسهم بإبداع شعري ربما ستفاجئون به لأول مرة شاعرا تحدث عن دم الشهيد. الأستاذة الدكتورة نرمين رفي عضو اتحاد الكرة فرع الحلوان وأستاذ جامعة حلوان. السيد الأستاذ سامي محمود المدير التنفيذي لفرع كرة القدم في حلوان. وهنا نشكر منطقة حلوان أو فرع كرة القدم في حلوان لأنهم قدموا لنا هذه الدروع التي نتشرف بأن تكون هدية متواضعة من كل المجموعة التي عملت معكم. وأنا أخوكم الغالي ليس فقط عليكم ولكن على مصر كلها. ومن حسن الطالع أننا نتحدث عن دم الشهيد، وأصرت كل هذه الأسرة أن يكون التعبير الرمزي عن التضامن وعن الفخر بهذا الشهيد ممثلة في الأمهات. فالأمهات يعني ربما من الأعياد التي نفرح بها، الأعياد المدنية التي يعني ليست من الأديان ولا مناسبات دينية، لكنها عيد اجتماعي الكل ينتظره كل عام ليقول لأمه كل عام وأنت بألف خير، كل عام وأنت الشمعة التي تضيء حياتنا وتنور بيوتنا وتنور سماءنا، كل عام
الحنان وأنت الدفء وأنت الرحمة، لأن الجنة تحت أقدام الأمهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أردنا أن يكون التعبير والتضامن في يوم احتفال بعيد الأم، لأن عيد الأم إن كان عيد الأم وكلنا له أم واحدة فكلنا نتفق على أم واحدة هي مصر. مصر التي بذل أبناؤكم دماءهم من أجل هذا البلد، لابد أن تفخروا بهم وتسعدوا بهم وتفاخروا بهم وتعلموا الصغار منكم، من أبنائكم الصغار، من هو الشهيد وماذا قدم ولماذا ضحى. الكل كان يتسابق بالأمس لكي يحضر هدية أيا ما كانت الهدية، هي مسألة رمزية لأمه يقول لها كل سنة وأنت طيبة، فما بالكم بالشهيد الذي قدم عمره ودمه لهذه الأم التي هي أمنا جميعا مصر. علينا أن نذكرهم دوما وندعو لهم ونترحم. ونستمع الآن إلى قصيدة دم الشهيد مع الكابتن أحمد ناجي فليتفضل. الأول قبل ما هقول هي طبعا يعني كلام طالع من القلب، مش قصيدة ولا حاجة، لكن قبل ما هقولها ببارك لكم على شهدائكم، لأن فخر لكل أسرة إن يكون في بيتها شهيد يعني بذل دمه عشان يبقى اسماد لمصر عشان تطرح خير بعد كده. فأنا بقول دم الشهيد هو السماد، هو اللي خضر زرعنا وهيطرح الخير في البلاد. دم الشهيد هو السماد، الأرض منه هتتروي وهتبتدي تطرح ولاد. دم الشهيد ما فيهوش ولا نقطة فساد. دم الشهيد لو حللوه وجابوا دم كمان أبوه هيلاقوا فيه نفس السمات، نفس الجينات، نفس الكرامة والثبات. لكن الشهيد كان شجيع وخد قراره مع الجميع إن البلاد تتكسب لون الربيع، لكنه مات وساب لنا أجود سمات. الأرض منه هتتروي وهتبتدي تطرح ولاد، هتبتدي تطرح ولاد. شكرا كابتن أحمد ناجي. طبعا برضو في أبيات شعرية أتتني ولم أعرف من نفسي تيجي تقراها، أنا بدور عليك عشان عايزك تقراها. ها؟ حاضر، بس يا رب أعرف أقراها. قولوا الدنيا هتحلى إزاي وأنت يا روحي في دنيا بعيدة، أصل الجنة تعيش جوايا وإحنا يا أمي في دنيا جديدة. نفسي أقدم روحي وعمري ألقى عيونك تبقى سعيدة. صح كده قالتها صح؟ شكرا جزيلا. اسم حضرتك طيب؟ اسمي يحيى زكريا، شهيد محمود يحيى زكريا. الله يديك الصحة ويتغمد برحمته يا رب. أنا اسماعيلاوي وشهيد أهلاوي. أهلا. أو ده اللي بيقولوا عليه شر البلية بما يرحم. تبع الكابتن الله يرحمه الله يرحمه. طيب نبدأ، وأنا عايز بصراحة الكابتن ناجي هو اللي يقدم الشهداء وأمهات الشهداء. الشهيد ياسر التابع إبراهيم شعيب دمياط. الأم أمال عطية طه مصطفى. الأم أمال طه طبعا.
يعني بلاش شهيد احمد خليفه. احمد خليفه. شهيد محمد فريد محمود قمر. ناخد صورة جماعية أحسن. ماشي. شهيد محمد فريد محمود قمر. ام الشهيد محمد فريد محمود قمر. ام الشهيد خالد محمد السيد محمد. يا بختك والله، يا بختك والله، صدقيني. ام الشهيد مصطفى محمد مصطفى. بص كده حضرتك، بص كده امي، بص كده ماما. ام الشهيد محمد عبد الرازق جمعه. جزاك انت الله كل خير. انت اللي عملتي فينا معروف. ام الشهيد غريب عبد العال السيد. ام الشهيد محمد صابر خلف احمد. ام الشهيد طارق محمد عامر. ام الشهيد ابراهيم سمير سعد. بص يا امي كده. ام الشهيده منة الله محمد عيد. ام الشهيد وليد مصطفى السيد. ام الشهيده جنود عبد العليم احمد.
أم الشهيد صلاح فتحي إبراهيم. أم الشهيد أحمد مرعي حناوي. سواء الجنة إن شاء الله. ربنا يصبر. صبر قلبك. أم الشهيد مصطفى عبد الله. أم الشهيد سامح عبد الفتاح. أم الشهيد محمود يحيى زكريا. أم الشهيد سيد محمد عبد الله. أم الشهيد إبراهيم رضا محمد عبد الحميد. أم الشهيد أحمد عبد الرحيم. بص عشان كده فنان. اهلا بحضراتكم من جديد. لحظه عشناها، لحظه بسيطه. جميعنا كان يعني يشعر ان روح انا مش رجل دين ولا متبحر في القصه دي، لكن ما سمعناه من مشايخنا ومن الشهداء في منزله تاتي بعد الانبياء والرسل. يعني احنا بنتكلم على الشهيد، انا فرقت الدنيا صعب، كلنا هنمشي، كلنا محطات، وما كانش وما كانش يعني الثوره، يعني احنا طابور وكلنا مؤمنين بده، كلنا مؤمنين ان احنا محطات كلهم بيمشي، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيختار من يكرمه بالشهاده. موضوع الشهاده ده مش اي حد يقدر، ما كان في الاف مؤلفه، والكلام ده مش للتصبير، مش بنصبر بعض بيه. كام الف بتقول مش عارفاه خير عملتوه في توقيت ما، في يوم ما، لحد ما ربنا بيكافئك بالخير. ظاهر الخير انه الم واسوأ وفراق، ده الظاهر. يعني واحد اتاخد ابنه خلاص ده قلبه اتنزع معاه. لغايه النهارده الاكاديميات العسكريه بتدرس الخطط والحربيه، خاض غزوات وحروب وحرر وعمل، وفي الاخر لما جه طبعا في كل حرب بيدخل بيتمنى الشهاده، ده قائد وعمل اللي بتعمل. لما جاي يموت مات على فراشه، فبيتكلم مع نفسه بيقول اهن يا خالد تموت كما تموت النعاج. شايفين خالد بن الوليد بيقول لنفسه ايه؟ تموت كما تموت النعاج جالس فوق سريرك. تمام؟
ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليه ايه؟ سيف الله هنا. الشهيد ده عمل حاجه كبيره جدا، واخد شهادته معاه ورايح طاير، ده بيطير بجناح. دي قصه ثانيه، ده فيلم كبير يا جماعه، ما تاخدوش الكلام ده على انه تصبير ليكم. دي قصه لما تفضل تتامل كلام سيدنا خالد بن الوليد، ولا اللي كان في معركه ويقول لي ايه يعني، ده واحد راح للرسول عليه السلام وقال له ادعي لي بالشهاده، ادعي لي ان انا عايز استشهد في المعركه دي، انا مش عايز ارجع تاني. ولا اللي كان واقف ويريد يقول انا اريد ان استشهد بطعنه ها هنا. ايه ده؟ ايه الناس دي؟ فشوفوا سبحان الله، ربنا اكرمكم انتوا كرم كبير كبير كبير. خدوا بالكم اللي بيكلمكم، والله انا جسمي بيقشعر وانا عارف انا بقول ايه، بس انا عايز اقول لكم احساس مما سمعت من اساتذتنا ومشايخنا، ربنا يعني يرضى عنهم يا رب، ان الشهاده ده كنز كبير، مش للشهيد لوحده، مش للشهيد واسرته، ده اللي بيبقى شفيع، وربنا بيقبل شفاعه ده مع الشفعاء كتير، وسيد الشفعاء سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. كل ده في ميزان حسناته وفي ميزان حسناتك بصبرك باذن الرحمن. احنا دلوقتي هنسمع كلام من هنا، وبعدين حضراتكم تشرفونا، كل واحد عايز يقول اي حاجه مع بعض، احنا بنتكلم مع بعض يعني. اكيد بنعرف قيمه اللي عندكم. والله يا اخوانا اقسم بالله انتم تحسدوا ومش هتحسوا بالنعمه دي دلوقتي. انا طبعا حاسين بيكم، ما احنا عائلاتنا كتير وفي حروب، يعني الناس كتير اللي زي والدنا يفتكر في 73 حصل ايه، ويفتكر في الاستنزاف حصل ايه، ويفتكر النهارده عشان مر زمن بنتاملهم في الذاكره ونقول الله ده ربنا كرمه، نتمنى ربنا يكرمنا زيهم. يعني جميعا اللهم انا نسالك الشهاده، جميعا اللهم انا نسالك الشهاده. هنبدا بصاحب الفكره الكابتن ثروت عاشور، يعني يتفضل يقول لنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إذا جاز لنا أن نحتفل بأعياد أكتوبر، وأن نحتفل بعيد تحرير سيناء، وأن نحتفل بكل أعيادنا القومية، فمن الأقدر بنا اليوم أن نحتفل بروح الشهيد الذي رحل عنا وترك لنا الحرية والعزة والكرامة، ترك لنا شيئا مهما لطالما بحثنا عنه جميعا، ترك لنا الأمل في الغد. نعم، لقد ترك لنا الأمل في الغد الجميل. أما عن الشهيد فنحن لا نكرمه اليوم، فقد كرمه رب العباد حين قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. أما عن أم الشهيد فأقول لها صبرتِ وسيجزيك الله خيرا. إن رحل عنكم ابنك فنحن كلنا أبنائك، كلنا أبنائك. أما عنا نحن فيجب علينا أن نجعل هذا اليوم من كل عام ذكرى نتذكر فيها الشهيد الذي رحل عنا وترك لنا الحرية. وأختم كلامي للمرة الثانية وأقول لأم الشهيد أنت أمي وأمنا جميعا، فإن رحل ابنك فنحن كلنا أبناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن ثروت. كابتن ايمن بدرة، عشان نمشي بالدور بقى خلاص، ونختم بعد كده بنادي النصر مع الكابتن هاني والدكتور عمرو جاي. اتفضل يا كابتن ايمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يعني يعجز اللسان عن أن يعبر عما بداخله، ولكن أنا شايف إنه يعني الشكر لله سبحانه وتعالى،
وأشكركم جميعا على أنكم أكرمتمونا وكرمتمونا بمجيئكم. أكرمتم مصر بدماء زكية، وأكرمتم كل مصري بتضحياتكم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى سيكون كل ما قدمتموه من جهد في ميزان حسناتكم. لا أجد كلاما أعبر به عن مدى التقدير والإعزاز الذي أشعر به أن اجتمعتم في هذا المكان الذي من المؤكد أنه ربنا سبحانه وتعالى يضع كل جهد بذل في ميزان حسناتكم جميعا. ولابد أن نشكر برضو أصحاب الفضل في هذا الأمر وفي هذا التجمع اللي إن شاء الله بإذن الله تعالى سيكون سنويا نحتفل فيه معا وبما حققه أبناؤكم وأبناؤنا جميعا وإخوانكم وإخواننا جميعا لمصر إن شاء الله. نشكر الحقيقة أسرة نادي النصر، نشكر الدكتور عمرو عبد الحق اللي يعني كان مساهم كبير في هذه الفكرة، وبيمثلنا طبعا هنا الكابتن هاني أمين. بنشكر أخونا وصديقنا الكابتن ثروت عاشور والكابتن أحمد ناجي والدكتورة نمير وكل أسرة منطقة كرة القدم في حلوان. ولكن الشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى لحضراتكم، وإن شاء الله بإذن الله صبركم هذا سيخلده التاريخ وسيكون في ميزان حسناتكم. وإن شاء الله بإذن الله تعالى إن كان هذا الاحتفال بسيطا في معناه، ولكنه من المؤكد أنه يضع القدوة والرمز لكل مصري وطني ولكل مؤمن بالحرية لهذا البلد، وكل من بذل جهدا في سبيل إعلاء كلمة هذا البلد إن شاء الله بإذن الله تعالى. سامحوني إن أنا مش عارف أعبر، ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى كله هيكون بالتقدير من عند ربنا سبحانه وتعالى. بشكر حضراتكم على تشريفكم، وأكيد وجودكم ده تاج على رؤوسنا جميعا، وكل ما بذله أبناؤكم هو تاج على رأس مصر التي ستكون إن شاء الله عزيزة حرة مطمئنة بإذن الله تعالى كما ذكرها الله في قرآنه، وكما جاء في الإنجيل، وكما جاءت في كل الكتب السماوية هي مصر الأديان ومصر الأنبياء. فاللهم اجعل كل ما بذلتموه من جهد إن شاء الله بإذن الله تعالى في ميزان حسناتكم يوم القيامة. والسلام عليكم. يعني أنا برضو كل الخواطر اللي كانت بتجيلي في الفترة اللي هي بتاعت ثورة 25 يناير كلها حاجات شعرية، كلها يعني خواطر كده. برضو حابب أقول لكم حاجة تاني يمكن نهدى بيها شوية. أنا بتكلم ولاد قارون. عارفين قارون اللي هم الناس المستبدين والسبب اللي وصلونا للنقطة اللي احنا فيها دي. بقول لهم فوقوا بقى يا ولاد قارون، فوقوا لو تتذكرون ان مهما العمر طال متنا جاي، وان خيط العنكبوت مهما لف على الرقاب اللي مخنوق بيه حي، والله حي، واللي مات وكان بريء لسه جاي. فوقوا مش مكسوفين ولا يعني مفيش خشة؟ لسه بايعين القضية، لسه شاربين النشا. فوقوا مهما العمر طال متنا جاي، وان خيط العنكبوت مهما لف على الرقاب اللي مخنوق بيه حي، والله حي، واللي مات وكان بريء لسه جاي. شكرا يا كابتن احمد ناجي. الدكتوره نرمين رفقي اتفضلي. يعني اسمحوا لي فعلا انا مش لاقي اي كلام اقوله. يعني انا ما كنتش متوقعه ان الموقف هيبقى صعب كده. الفتره اللي فاتت دي انا حضرت طبعا ثوره 25 يناير، حضرت شيء انا ما كنتش متوقعه ان هو ممكن يحصل في مصر. ما كنتش متخيله ان احنا عندنا الشباب الجميل ده، ما كنتش متخيله ان احنا هننزل مظاهرات ومش هيهمنا اي حاجه، لا ارواحنا ولا بيوتنا ولا اهالينا.
كلنا نزلنا فعلا لان كان نفسنا نحضر شمس التغيير وان احنا نشوفها. ما كنتش ممكن اتخيل ان انا هيجي اليوم وان النظام دوت ممكن يسقط بعد ما قعد 30 سنه وبعد ما قدر ان هو يعني ينتشر بطريقه حسينا فعلا ان البلد دي ما عادتش بلدنا. انا عارفه الاحساس ان كل شاب نزل وحط روحه على ايده، لكن هو نزل علشان احنا كلنا نعيش. والنهارده يعني شعور تاني اجمل بكتير وما كنتش برضه متخيله ان انا هعيشه، ان انا اقبل ام الشهيد. يعني فعلا انتوا اديتوني النهارده احساس اكتر من رائع، احساس جميل جدا ان انا يعني اضمها في صدري واقول لها كل سنه وانت طيبه. فعلا كل سنه وانتوا طيبين، انتوا امتعتونا واديتوني النهارده شرف كبير قوي انا ما كنتش اتخيل ان انا هنوله. شكرا لكم. استاذ سامي محمود اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه انا سعيد جدا النهارده ومفخور ان انا اكون مع الساده الافاضل في تكريم الساده السيدات امهات شهدائنا وابنائنا، واسال الله العلي القدير ان يتغمد الشهداء برحمته وان يلحق بهم امهاتهم ان شاء الله في جنه الخلد. السلام عليكم. باسم مجلس إدارة نادي النصر وباسم العمل الحاج نشكركم تشرفوا لينا. يمكن احنا شرف كبير لينا في نادي النصر ان احنا بنحتفل بأمهات الشهداء، ومهما نقول على احترام اخواتنا وابنائنا اللي استشهدوا ربنا ما يغلط فيهم حقهم، لكن احنا بنشكر الامهات واولياء الامور والابهات ان هم قدموا لنا حاجه جامده هتساعدنا ان احنا واولادنا يعيشوا بعد كده عيشه كويسه، وربنا يعوضكم كل خير عليكم. امين. مش عارف عندنا ما هندخل عليكم طبعا، بس لازم افصل حاجه كده عشان حاجه جت على فاصل لازم يعني. عندنا في الصعيد ايوه لما كان بيجي حد شهيد بيحصل ايه؟ بيزغرطوله. عارفين بيزغرطوله ليه يا جماعه؟ ده راجل يزف على الجنه. والله انا بقول لكم كلام، بس انا برجع في ذاكرتي وافتكر الشهيد لما بيجي ده البلد كلها تطلع تزغرط وبيباركوا لاهاليهم بيقولوا له مبروك انتوا ليكوا واحد في الجنه. ده المفروض رايح، احنا رايحين فين الله اعلم. احنا مستنيين الشفاعه وهنقف على الصراط وهنتنفض وهنبقى رجل بره ورجل جوه والله اعلم، الا من رحم ربي. الكيسه الكبيره اللي واحد يمشي من الدنيا عارف هو رايح فين. زي ما دلوقتي حضراتكم كده في الدنيا بتاعتنا دي واحد بيخش ثانويه عامه مش عارف هو رايح فين. ادي الدنيا مثلا يخش طب يخش هندسه هي خلاص يبطل كتير. انما هنطلع نروح دلوقتي كل واحد فينا عارف رايح فين. تبقى ماشي في شارع تلاقيه زحمه فتخرم، تمام؟ اللي هي مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. نبتدي مع حضرتك انت اول ما طلبت الكلمه اتفضل. انا بعزي اهالي الشهداء كلهم والاخوه اللي جايين من المحافظات بقول لهم ما تزعلوش، ولادنا عملوا حاجات انح من اتعملت في حرب اكتوبر. يعني ولادنا في حرب اكتوبر 73 عدوا قناه السويس وصحيح طلعوا اسرائيل من على الحدود وبتاع، انما ولادنا طلعوا الفساد من البلد. ولادنا طلعوا الطغيان من البلد. وللاسف الشديد ان اللي ضرب فينا نار اخواتنا، بس هم مش اخواتنا يا جماعه والله. دي الحكومه ديت كانت مستعجله علينا ان كل اللي ماتوا في اهالي المطريه والمحافظات مصر كلهم شباب حلوه، اكتريتهم ثانوي عام هندسه، تحس ان هم بيلاقوا يا جماعه. انا ابني مضروب في رصاصه في القلب. كل الشهداء دول مضروبين بالدماغ يا اما في القلب. وطبعا اخواتنا بتوع اسماعيليه والمحافظات بقول لكم اوعوا تزعلوا على اولادكم والله العظيم ثلاثه. انا سعيد ان ابني مات شهيد عشان على الاقل يدخلني الجنه. وعلى الاقل عرفنا بالكوكبه الحلوه اللي قدامنا دي. احنا يا جماعه ما فيش حد من حكومه مصر
خبط على بابنا وقال لنا على حاجه. احنا لحد الان معلش انا طبعا مش بنقول حاجه لله لا، بس لحد الان مفيش اي حاجه جات لنا من الحكومه المصريه. اللي كرمنا سواء النوادي او الكنايس هي اللي خبطت على بابنا وقالت احنا بنعزيكم في ولادكم. فهو حد يزعل على ابنه انه مات، كفايه ان احنا يا جماعه ولادنا شهداء وده شرف لينا، ده وسام على صدرنا. انا بقول لكم وعايز اقول كلمه للاستاذ معلش بتاع نادي النصر، هم الكوره في ملعبه. احنا المطريه فيها بتاع حوالي 21 شهيد. اتمنى انك حتى ندفع نص التكلفه وتعتبرنا معاك في نادي النصر. وربنا يبارك لك ورا الشغل حتى على الاقل ولاد الشهداء الشم ورا نضيف. اسم مجلس اداره النصر واعضاء مجلس الاداره وكل العاملين وكل اعضاء النادي، احنا بنرحب بكم في امين النادي ومكان ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. احنا عندنا رئيس حي المطريه بيتكلم كلام والثاني ما بيسمعوش، ما تزعلوش منه. فاتمنى المطريه كلهم مصريه، كلهم مصريين مش مطريه، مصر 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 كلهم مصريين. فاتمنى زي ما قلت الكابتن يعني ما جبتناش في حاجه يا باشا، احسن واحد يتكلم. الخميس كويس اديك انت عارف اهو. شكرا كمان. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد كده ياخد نفس شهيق كبير جدا. خدنا نفس شهيق. تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! لا ما خدناش شهيق ده سفير ده. تحيا مصر! تحيا مصر! اللهم لك ألف ألف حمد. اللهم لك ألف ألف شكر. وما النصر إلا من عند الله. هذه الثورة بفضل الله نجحت، وكان العنصر عنصر الشباب ومن وراء الشباب أهالي الشباب اللي ربوا الشباب على هذه المبادئ. اطلع ولا تخشى بالله لومة لائم. أخوكم في الله سمير أحمد محمد سعدون ربي 100,000 تلميذ على مدار 34 سنة مدير مدرسة في جميع أنواع التعليم، والآن أعمل موجهة لغة إنجليزية في غرب الزيتون التعليمية. اتشلت عشان بطاقتي مطرية مش الزيتون عشان زكريا عزمي. ازاي ده مطرية وازاي هو قاعد معايا هنا في الزيتون؟ سيب مدرسة دار السعادة التجريبية فورا. كنت بدي 4 مراحل ثمرة طاعة وحسبي الله ونعم الوكيل. ورقة عدد ورقة. نحن الكلام كثير اصلي يعني الواحد متكلم فالكلام كثير. يقول صلى الله عليه وسلم يا ريت نطلع بالحديث ده من الأغاني كلها. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. فكونوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فكل أم يتبعها ولدها. شوف أمة تانية يا أستاذ، الطفل الصغير وراه، راح الانتريه وراه، راح المطبخ وراه، راح الصالون وراه. انا امي الدنيا ولا الاخره؟ انا امي الاخره. فناخد العيشه مؤقته، العيشه الازليه. سبقنا اولادنا ابراهيم بنى جامعه 18 سنه ابني راح في سبيل الله عز وجل. اتمنى الله عز وجل ان يرحم امواتنا واموات المسلمين، يرحم شهداء ليبيا، ثوره مصر في ليبيا، ثوره مصر في البحرين، ثوره مصر في كل مكان وليست في مصر. هذا عن الجانب الاخر. عايز واحد يجيب لي ولا ويسطر يعمل تيبل صغير كده ويكتب فيه السيريال نمبر والمكتوب اسماء الشهداء واسماء الوزراء مصر. اكثر من 1000 طبعا ما اقول شيء، اكثر من 1000 ام الشهيد ابراهيم زوجتي كانت في ايام امبارح اكثر من 1000 مكالمه جات لها في الدقيقه واحنا كلنا اولادي وابني ما ماتش. والله انا محظوظ شويه لدرجه ان المهم حاجه صغيره عايز اعملها بس عايز اقولها وهختم عشان الكلام كثير وانا ما بحبش اتكلم الا الفايده. لقد اوعظت او اوجزت. سؤال يا مجلس عسكري، سؤال ليك يا رئيس الوزراء. انت رئيس الوزراء
وزارة الأوقاف هل أعطت كل شهيد حج لبيت الله الحرام؟ وزارة القوى العاملة هل طلعت قرارات فورية لتعيين أبناء الشهداء في البترول والأماكن الحساسة؟ أنا عايز واحد يبصر كلامنا ده، مش عارفين نكلم مين؟ فيسبوك ال1000 اللي كلموني امبارح ما يقرب من ال1000، قلت له انشر لي الكلام ده على الفيسبوك، أنا مش عارف أكلم مين. تنقل يعني أنا بضرب أمثلة الوزارات كلها هتلاقي كل وزارة تقدر تعمل حاجة. بالمناسبة لا هم 300 ولا 500 ولا 800 ولا 1000، أقسم بالله ولست حالفا، أحد نشطاء شباب ثورة 25 يناير قال عدوا 3000 شهيد في مصر. 3000 شهيد من اسكندرية لأسوان. وما خفي كان أعظم، مشرحة زينهم مليانة. قيل لي أن هناك الأعضاء اتباعت في مشرحة زينهم، الثلاجات مليانة، اتجمعت الموبايلات والبطاقات واترمت، لم يستدل أحد وبالكسس مالية الثلاجات. حسبنا الله ونعم الوكيل. لازم تعرفوا الحقائق يا سادة، اعرفوا الحقائق ووصلوها واتكلموا. نحن لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يكفي دماء ابنائنا، بس كل واحد يحق يبني. انا ما بطلبش حاجه، وانا عايز فيلم جنب سيادته المجرم الاول لمصر في شرم الشيخ، ولا عايز مليارات. انا بقول حياه كريمه اللي راح سببها ابني عشان الحياه الكريمه لا اكثر ولا اقل. اقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والد الشهيد ابراهيم علي صالح لسه جاي دلوقتي يعني ما اتكرمتش. والد الشهيد ابراهيم علي صالح. كلامه يطول بس ده موجز. الاسم هنا مين يا جماعه؟ لسه جاي ابراهيم علي صالح. هو اللي في حد تاني جه دلوقتي يا جماعه؟ لسه جاي؟ مين؟ لسه اسمحوا لي طبعا اقدم لكم الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي الرجل الذي يعني بصراحه كان احنا جايين بنقول له عايزين يبقى المكان عندك في ضيافتك، لان نادي النصر نادي شعبي وصحيح هو في حي راقي، لكن نادي بتاعنا بتاع المصريين يعني بتاع الناس الطيبين اللي هي الوشوش اللي انا شايفها. فهو رحب، واذا كنا جايين بنقدم رجل ونرجع رجل، بس ثقه فيه في ادارته وفي مجلس ادارته وفي كل اللي عاملين في النادي ان احنا عارفينهم كويس، لان هو سابق وقال النادي في اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان واللي انتم عايزين يعملوه، وتعمد ان ياتي متاخرا لكي يؤكد لنا ولكم ان النادي بتاعكم انتم. عشان كده في اول كلمه قلت احنا ضيوفكم. راجل خير يا عم. ربنا يبارك. اتفضل حضرتك. السلام عليكم جميعا. انا والدي الشهيد محمود يحيى زكريا اسماعيليه. بناء عن شعب اسماعيليه كله بحيي نادي النصر وبحيي حضرات الساده اللي شرفونا والموجودين على التكريم اللي انتوا قدمتوه لنا. ما حصلش معانا في اسماعيليه، ودي لفته جميله منكم ان انتوا قدرتونا وبعتوا لنا، وجميل كتير قوي لحضراتكم. وما كنت اتمنى ان اي حد في اسماعيليه ينفذ هذا التكريم. شكرا لحضراتكم. انا عايز انا دلوقتي حاجه عرق الصعيدي قام عليا، يعني هنا مفيش حد في اسماعيليه قال لكم ازاي؟ بس اسماعيليه مفيش واحد فيها راجل يقول شكرا، يقول الله يعني يكرمكم ويلطف قلوبكم. ايوه يا باشا، انت مش من مصر ولا ايه؟ يعني ايه مش من ده؟ مش انا من مصر. مصر ما علمتناش ده، ولو كنا احنا من مصر اللي بتتكلموا عليها ما كناش نتصل
ايه مفيش ولا وزاره عملت اي حاجه ولا اي حاجه؟ يا عم الحاج كلامنا صادق وامين يا عم الحاج. قالوا لنا هاتوا جواب من النبي العام ندلكم مال شهيد. جبنا له. برافو شوف. لا الشرع شهاده وفاه. قال لك هات جواب من النائب العام انك مال شهيد. النائب العام كمل ولا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام وصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طبعا الحق لا يغلب فضله. الحاجه الحسنه الوحيده اللي عملوها على مضض وعبد الروتين كتبوا الورق السيده الاستاذه وكيل او وزاره الطاقه الاجتماعيه الاستاذه امان. السلام عليكم اهلا اتفضل اهلا ماشي. طلع الورق. رصاصتين بالقلب ادي الوفاه. رصاصتين بالقلب ادي التقرير الطبي. شهادة الوفاة كل حاجة تمام. اديني ارقام الرقم الضمان الاجتماعي بتاع اولادك. انا راجل طول عمري موظف ومدير واداره وصاحب قرارات. اول مرة اسمع اطلب من واحد اديني الرقم الضمان الاجتماعي بتاع اولادك. قلت له نعم. تقول لي ايه؟ انا ما اعرفش الكلام ده. ولاية ايه؟ ولاية فيرجينيا. السوشيال سيكيورتي نمبر ده في امريكا. ماشي؟ مثلا اتريق عليها ولا الكلام ده ماشي؟ قلت لها لو سمحتي ما تخليش امسك الورق يعني بنتكم من حته لان انا مكوي ومجروح. انت عايز ايه بقى؟ الان بقى هات لي قرار من النائب العام ان ابنك شهيد. رحت المدير بتاعها ملاني يا استاذ بس تعالى ما تسالش فيها بالنص كده يا بس ما تسالش فيها والنائب العام هيبعت لنا جوابه مع السلامه. طب اديني رقم صدر ولا حاجه اللي انت استلمت الورق ده. قال لي لا ما بديش حاجه لحد. شكرا سلام عليكم. رحت رايح اهو جبناها الراجل ما قالش لا. قال بس الحاجه اللي تجيش بقى قال لك يطلع مره واحده. طب في جهه اخرى شيخ حافظ سلامه مثلا عايز يدينا شقه مثلا وكذا وكذا وطلب جواب ده. النائب العام يقول لي لا مره واحده بس. برضه شكرا كلنا اللي علينا نعمله واليه المشتكى بس مش هروح في كده. اتفضل يا حاج اتفضل. بعد اذن حضراتكم يا بهوات يا كابتن احمد يا دكتور عمرو حضراتكم بتستغربوا ان مفيش حد في اسماعيليه كرمنا. المحافظ ادانا شقه و10,000 جنيه تكريم للشهيد امام التلفزيون والاعلام. اوضتين وصاله. وبعد ما مشي الاعلام السكرتير بتاعه اللواء عصام خد العقودات مننا وقال اطلعوا على مجلس المدينه هنعمل لكم تنسيق في مجلس المدينه. رحنا ثاني يوم التقينا اوضه وصاله. انا كنت معايا العقد بتاع الاوضتين والصاله ما رضيتش اديهوله. ورحت المحافظه تاني للمحافظ قال لي ما تقولش للجماعه الشهداء حاجه بس هتدفع 5,000 جنيه. انا عايز اعمل حاجه رسميه ادينه بيها. دفعت 5,000 جنيه وخدت وصف وخدت العقد وما خدتش حاجه للشهيد. يعتبر انا زي اللي مقدم محولني للبنك عشان يعمل لي اقساط. انا بطالب رئيس الوزراء وبطالب الوزير سمير رضوان وزير الماليه ان هو يتدخل ويشيل لنا الاقساط اللي المحافظه حطها لنا دي. يعني يا ريت ان انتوا توصلوا الكلام ده. وعندنا اثباتات وعندنا العذر مصوره والوصل ب 5,000 جنيه مصوره. يعني حاجات غريبه في اسماعيليه بتحصل. نعمل ايه تاني بقى؟ نموت عيالنا تاني عشان نقوم وزاره تاني يعني ولا ايه؟ مش عارف. كله اتكلم على ايه؟ تكريم بالكلمه. كلنا مستنيين كلمه تكريم، لكن ما حدش سال نفسه كده في الحكومه لو اب ساب 3 اطفال مصدرهم ايه؟ انا اخويا كان شغال فراخ بتاع فراخ، كان مصدرهم رزق بتاع ابو شقاق اللي بيشتغل دي طول اليوم عشان ياكل ولاده. ساب 3. الدوله ما سالتش نفسها، ما حدش مسؤول سمع صوت الناس دي. كل ما كان بيقول لنا تعالوا فيه بنروح وبنقوم. بنقول احنا اخويا ساب شهيد 3 اطفال في رقبه مين هيتولاهم بعد ربنا؟ مين لو هم دول لو ابوهم كان بيجي لي 20 جنيه يصرفهم عليهم كل يوم هياكلوا منين بقى؟ احنا بقى لنا دلوقتي كام يوم؟ 57 يوم صح؟ او 53 تقريبا. الحكومه ما سالتش نفسها
كل ده بيتكلم على شكر ولا تعويض ولا كلام، كل ده كلام، كل ده كلام. مفيش حد نفذ اي حاجه لاي حد، لاي حد. احنا عندنا اطفال مفيش، كلها جهود شخصيه بالنسبه لحضرتك، بالنسبه للنور المحمدي، بالنسبه لكنيسه الايمان، كل دي جهود فرديه. لكن الجهد اللي من مصر اللي المفروض مصر تعمله، اللي لازم تعمله للشهداء دول، ولادهم فين 9 سنين و6 سنين و3 سنين يعملوا ايه؟ مفيش. صوتنا مش واصل، وما بيوصلش، مش عارفين صوتنا هيوصل ولا لا. صوتنا ما بيوصلش، نفسنا يوصل ويقولوا لنا تعالوا فين، انتوا فين؟ تكريمهم شهداء. احنا رحنا قالوا لنا لا مش خلاص، سيبها مش خلاص، براحتك خالص، براحتك. كل ما كان بيقولوا ان احنا رحنا القناه الثالثه قلت لهم برضه كنا جايين فرحانين، وانا بضم صوتي لصوتي. يقول لك هل الشهداء يا حاجه اللي بتتكلمي